السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حال اخوات في الدنيا، يا رب تكونوا بألف خير. ده ان شاء الله الرقاق الطري اللي هنعمله مع بعض. ممكن تسميه عيش شاورما برضو، يعني تعملي منه احسن شندوتشات. بجد تحفة تحفة، بجد روعة. بصوا بيتني بكل سهولة. بصوا تعملي بيه احسن شندوتشات لاولادك. وعملناه من اقل من كيلو دقيق، كيلو الا ربع. عملنا كمية حلوة قوي. بصوا، وعملناه طبعا على البوتاجاز من فوق مش في الفرن. بجد حلوة قوي قوي. عملنا بدقيق ومية وشوية ملح. بصوا يتعمل سندوتشات بسهوله قوي، حلوه قوي قوي. يا ريت حبايب قلبي اللي مشرفيني ومنوريني على القناه ولسه ما عملوش اشتراك، يا ريت يا حبايبي تعملوا لي اشتراك فضلا وليس امرا. ويا ريت يا حبايبي ما تنسوش اللايك، عشان اللايك بيرفع الفيديو وعشان يوصل لكم كل جديد انا بقدمه على القناه. ايه رايكم بقى؟ بجد الوصفه دي ان شاء الله هتنول اعجابكم، بمقادير حلوه قوي ان شاء الله هتشوفوها في الفيديو، وهتعملوه بكل سهوله. يلا بينا على الفيديو عشان نشوف احنا ازاي عملناه مع بعض. قبل ما نبدا الوصفه هنسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اول حاجه في الوصفه بتاعتنا دقيق. يا حبايبي دي اول كوبايه. طبعا تكوني ناخله الدقيق. يا حبايبي حطينا كده كوبايتين. دي كوبايه الميه، دي التالتة. دي ربع كوبايه. حطينا 5 كوبايات، كوبايه من بتاعه الميه. هنحط رشه ملح، اهي رشه ملح صغيره. بعد كده بعد ما حطينا رشه الملح هنحط ميه دافيه اهو، زي ما انتم شايفين كده. وهنعملها بايدينا عادي. طبعا انت هتحطي في دقيق بياخد ميه زياده، في دقيق بياخد اقل، يعني حسب الدقيق اللي انت هتشتريه اهو. يعني فاضل الربع اهو، يعني كوبايتين الا ربع ميه من الكوبايه دي. ممكن يزيد ممكن الدقيق اللي انت بتعملي بيه يزيد شويه، يعني ممكن تخليه كوبايه ونص، يعني حسب الدقيق. انت طبعا ما تحطيش الميه كلها، تحطي شويه بشويه اهو يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده. طبعا انت هتتنك تعملي فيها لغايه ما تبقاش، يعني ما تبقاش مرقه معاكي، اللي هي ما تلزقش في ايدك زي ما انت شايفه كده اهي. دي بعد ما خلصناها خالص اهي. الطريقه بتاعتها سهله قوي، هو دقيق وملح وميه. طبعا احنا حطينا كوبايه وربع، ممكن يزيد معاكي، اللي معاكي هتحطي شويه بشويه اهو. احنا هنركنها كده ترتاح. طبعا احنا مش حاطين خميره ولا حاجه، نسيبها ترتاح شويه ونرجع لكم تاني يا حبايبي. يا حبيبي انا سبتها كده دقيقتين وغطيتها بمشمع زي ما انتم شايفين كده. احنا هنقطعها بقى ونحطها على الصينيه كده، نرش رشه دقيق زي ما انتم شايفين كده اهو. طبعا انت بقى عايزه تكبري يعني العيش، عايزه تكبري تصغريه براحتك. انت هتشوفي احنا هنعملها قد ايه اهي زي ما انت شايفه كده. طبعا انت عايزه تكبريها عن كده مفيش اي مشكله اهي. بتتكور بسهوله جدا زي ما انتم شايفين كده. هنعمل واحده كمان معاكم وبعدين نعملهم ونرجع لكم. لازم تبقى طريه عشان خاطر اهي زي ما انتم شايفين. هنعملهم كلهم ونرجع لكم كده يا حبايبي. بقى احنا فضيناها كلها اهي وعملنا العجين كده زي ما انتم شايفين اهو. هنسيبها بقى ترتاح خالص ونرجع لكم تاني يا حبايبي. بقى بعد ما ركنته كده حوالي نص ساعه، وطبعا تكوني مغطياه باي كيس مشمع عشان الوش ما ينشفش. بعد كده هبتدي بقى افرده، واحط دقيق كده على الرخامه وافرده، هيتفرد معاكي بكل سهوله اهو زي ما انتم شايفين كده. سهله جدا. وطبعا اهو كده السمك بتاعها اهو زي ما انتم شايفين كده اهي، تتشال بكل سهوله. هنعمل احسن عيش. هنحطه، مش هنعمله في الفرن، هنعمله على البوتاجاز لحظه واحده. هنعمله في الطاسه اهي يا حبايبي كده. حاطين الطاسه على النار اهو زي ما انتم شايفين كده، مش حاطين زيت ولا اي حاجه. طبعا ده هيبقى احسن كمان من اللي احنا بنعمله في الفرن، بنعمله على الصينيه زي ما انتم شايفين كده. هيبقى جميل جدا. ممكن تعملي منه سندوتشات للاطفال، هيبقى جميل جدا جدا اهو. بتقلبيه كده، يعني تحطيه، مش تحطيه وتسيبيه، تقلبيه كل شويه عشان ما يتحرقش منه، ما بتلزقش ولا اي حاجه، ولا حاطين زيت ولا اي حاجه. اهي يا حبايبي بصوا
طبعا النار ولا تعليها قوي ولا توطيها قوي، تقلبي اول باول عشان ما يتحرقش منك. اهو شوفوا ابتدى يقب معاكم ازاي، بصوا عامل ازاي، جميل جدا جدا اهو، ابتدى يقب، روعه بجد. كده يا حبايبي اول واحده زي ما انتم شايفين اهو، جميل جدا جدا، بصوا تحفه بجد. هنعمل معاكم كمان واحده اهي. طبعا بتتفرد معاكي بكل سهوله عشان انت ريحتي العجينه. كل ما تريحيها مش هتشد منك، انت لو ما ريحتيش العجينه هتلاقيها شدت منك، لكن عشان سبتيها ارتاحت شويه بقت. بصي العجينه ماشيه ازاي معاكي بسهوله جدا، بصوا بسهوله قوي ان انت تفرديها بتتفرد معاكي اهي، ما خدتش لحظه، بصوا اتفردت اهي. هنبتدي بقى نحطها على الطاسه على النار. كده يا حبايبي رفعناها على النار، حطيناها في الصينيه. سهله بعد ولا تبقي معليه النار ولا موطياها؟ قلت صينية على البوتاجاز سهله جدا. بصوا لما طلعت عامله ازاي بجد، وطريه جدا وجميله زي الفل اهي. طبعا انت تطلعيه وتحطيه وتغطيه على طول عشان ما ينشفش. بصوا يا حبايبي بقى احنا هنعمله كله ونرجع لكم تاني. كده يا حبايبي بقى بعد ما خلصناه خالص لازم تغطيه في فوطه زي ما انت شايفه كده عشان ما ينشفش منك اهو. اوريهولكم بصوا عامل ازاي بجد تحفه، ومن اقل من كيلو دقيق، كيلو الا ربع كده تقريبا، عملنا كميه حلوه. بصوا يعني يعني بتعرفي تتنيه بسهوله، تعملي بيه احلى سندوتشات. بصوا جميل جدا جدا. طبعا بقى رقاق طري، تسميه رقاق طري، عيش سوري، طبعا هو اي حاجه هتعملي بيه سندوتشات حلوه قوي. بيتعمل بسهوله على الطاسه، على البوتاجاز من فوق مش في الفرن زي ما انتم شايفين كده. ايه رايكم بقى؟ بجد روعه روعه روعه. ايه رايكم بقى يا حبايبي؟ وطبعا المقادير اللي احنا حطيناها بسيطه قوي، موجوده بكل بيت. بصوا بجد تحفه. شويه دقيق وملح وميه اهو زي ما انتم شايفين كده. يا ريت لو عجبتكم الوصفه تكتبوا لنا في التعليقات، ولو عايزين اي وصفه ثانيه تكتبوا لنا في التعليقات. يا ريت ما تنسوناش